بسم الله. كي دايره؟ انت اخي خلا تقول القرعه السلاوي نديرو كسكسو اخاي يسيف الدنيا ضروري. مرحبا. الباباي هاد الفاكهه اللي وريتكم قبيله سميتها الباباي، وشنو الميزات اللي فيها وهاد الوقيته خصنا ناخذوها. هذه كتشد لك البروتينات، كتقصدهم البروتينات الحيوانيه، يعني اللحوم كتهضمهم بواحد الطريقه خطيره جدا بفضل الانزيمات اللي فيها البابايين والكيموبابايين. هاد الانزيمات اللي كيلعبوا الدور بحال لا بيبسين ديال المعده، يعني كتهضم بطريقه مهمه بزاف. شنو فيها لا بيتا كاروتين بنسبه مهمه. ملي كنهضر على بيتا كاروتين بروفيتامين ا، صحه جلديه مزيانه، النساء يقدروا يديروا بها ماسك باش يديروا التقشير ديال البشره. النقطه الثانيه فيه لا فيتامين سي 2 مرات الليمون، وبالتالي فالانتاج ديال الكولاجين تيكون مهم جدا، يقوي لك المناعه خصوصا في هذه الوقيته اللي كاين البرد وكاين الشتاء. خاصك تاخذ شويه الباباي. كيفاش غتستهلكها؟ الطريقه المثلى للاستهلاك ديال الباباي هي انك دير بها عصير، وهذا العصير اللي غنقول لك جيد جدا للمناعه، جيد جدا للصحه الجلديه، وجيد جدا للهضم. باباي زيد عليه شي شويه ديال سكينجبير، زيد عليه شي شويه ديال الحامض، هو ياك تزيد السكر راه غتزقلها، وعصر ليا داكشي مزيان وشربوا وراء الوجبات. وراء الوجبات خصوصا الا كليتي شي ماكله مزيانه خذ ليا العصير رد عليا، مهم في الهضم. ما تبقاش تحس بالانتفاخات وما تحسش بالمعده ديالك تعاني ولا عسر في الهضم. ولكن ما ناخذهاش خضراء. الا خديتها خضراء فيها واحد النسبه مهمه ديال اللاتكس، بعد النساء الحوامل ما خصهمش ياخذوها خضراء، حيت هذاك اللاتكس يقدر يدير لهم واحد التقلصات في الرحم. ناخذها ليمونيه بحال هكا بحال هكا، وتكون رطبه وتكون فيها الريحه. بارطاجي لي هاد البابايا مع صحابك واكي عاون ربي.